بيكم في قناة Active Teacher. الحقيقة أنا سألت سؤال مهم جدا من كذا parent الحقيقة، لأن احنا عدى على دخول المدارس حوالي أسبوعين، فبعض أولياء الأمور حسوا كده إن هم اتصدموا شوية أو حاسين إن أولادهم مش مواكبين المنهج الأكاديمي مثلا اللي هم المفروض ياخدوه في الجريد المعينة. المفروض فترة التأسيس الصح بتكون في فترة الأجازة، يعني أنا زي ما قلت في فيديوز قبل كده أي دروب بشوفه في مستوى ابني أو بنتي بعوض ده في فترة الأجازة، ياخد كورس أو إن أنا أشتغل معاه أنا بنفسي بخطوات تأسيس معينة. المهم إن هو يعدي بخطوات التأسيس دي طبعا في فترة الأجازة. ليه في فترة الأجازة؟ علشان وقت الدراسة بكون متفرغ لمنهج المدرسة، بيكون الوقت صعب إن أنا يعني اشتغل معاه تاسيس ومنهج المدرسه في نفس الوقت. طيب في امهات بقى ما لحقوش ياسسوا اولادهم في فتره الاجازه لاسباب او لاخرى، كل واحد عنده ظروف معينه، بس النتيجه النهائيه ان الولاد ما تاسستش في فتره الاجازه. طيب نيجي دلوقتي هم دخلوا منهج سي بقى الطفل ده في جريد 1 في جريد 2 في جريد 4 وات ايفر هو في جريد ايه، في مشكله حصلت ان البيرنت مش عارفه تذاكر لابنها، لا هو عارف يحصل في المنهج اوكي، لا هو قادر حتى انه يحفظ الكلمات لانه اصلا مش قادر يعمل لها سبيلنج، مش قادر يقراها لان هو ما خدش تاسيس. طيب السؤال اللي انا بتساله بقى من البيرنتس ان انا كأم او انا كمدرسه المفروض اشتغل تاسيس مع ابني دلوقتي، يعني انا خلاص ضاعت فتره الاجازه من ايدي، اشتغل فتره التاسيس حاليا اركن المنهج على جنب واشتغل تاسيس، ولا اشتغل منهج واركن التاسيس لحد ما تيجي اجازه عشان اشتغل معاه في فتره الاجازه تاسيس؟ يا ترى ايه الاجابه عن السؤال ده؟ انا الفيديو ده هيجاوب لكم على الاستفسار ده. طيب مبدئيا كده خلينا نفترض الحل ده ونشوف نتيجته ايه، ونفترض الحل ده ونشوف نتيجته ايه. اول حاجه لو انا اشتغلت تاسيس مع ابني او بنتي حاليا وركنت منهج المدرسه على جنب، انا كده بخلي الفجوه اللي بين ابني وبين المنهج الاكاديمي اللي هو المفروض فيه سي ان هو في جريد 2 مثلا وما خدش تاسيس، فالفجوه بين ابني وبين المنهج جريد 2 هتزيد لو انا اشتغلت تاسيس وركنت المنهج، لانه مش هيكون مواكب مع زمايله، هيروح المدرسه هو مش فاهم هما برضو بيحكوا في ايه، لان هو بياخد حاجات ثانيه، هو بياخد التاسيس. التاسيس يعني ايه؟ يعني اصوات حروف بقى وبلاندنج واللي هي البدايات بتاعه الفونكس. فهو لو انا اشتغلت معاه تاسيس هياخد التاسيس الفونكس ده ملوش علاقه كبيره بالمنهج، لان هو منهجه عدى، هو في جريد 2 او حتى لو في جريد 1 برضو في فجوه او في حاجه ما بين مرحله التاسيس وما بين منهج جريد 1. طيب فانا كده بزود المشكله اكتر، ابني هيروح مش هيحصل حاجه، هتضيع منه سنه تاني، يعني هنزود المشكله. طيب نخش على الحل التاني ان انا اتجه لمنهج المدرسه واركن التاسيس دلوقتي، ولما تيجي فتره اجازه نبقى ناسس. ما هو برضو ده برضو مش حل صحيح. ليه؟ هو الطفل اصلا مش عارف يقرا، مش عارف يعمل اي حاجه، لان هو اصلا ما خدش ستيبس التاسيس، خطوات التاسيس اللي احنا ذكرناها قبل كده، هذكرها لكم كمان دلوقتي للي ما شافش الفيديو القديم بتاع خطوات التاسيس. فهو مش عارف يتعرف على اي كلمه، مش عارف يفرق بين الكلمه دي والكلمه دي، مش عارف ينطق كلمه، مش عارف يقرا جمله، مش عارف يكون سنتنس، لو كان في جريد 4 وطالع فهو مش عارف يكتب باراجراف، فمش عارف يعمل كل ده وانا بديله الحاجات دي. يعني هو دلوقتي مش فاهم اي حاجه وانا بقول له مثلا رايت ا باراجراف في جريد 4، او بقول له ري ارينج رتب الكلمات وكون لي جمله، وده في جرامر بقى، ما هو برده مش فاهم يعني الجمله طبيعتها ايه او الدنيا ماشيه ازاي، وانا ركنت التاسيس على جنب فهو برده مش هيحصل معايا. فكده حل ان انا اركن المنهج على جنب واشتغل تاسيس بس مش هينفع. الحل الثاني بتاع ان انا اشتغل منهج بس واركن التاسيس دلوقتي برده مش هينفع. الحلين مش هينفعوا. طيب امال الحل ايه؟ الحل ان انا هضطر ان انا اشتغل خطوات تاسيس مع الطفل بلس اجزاء من المنهج، هشتغل جزء من ده على جزء من ده وهيحاول يواكب معايا ستيب باي ستيب. يعني ايه الكلام ده؟ انا هجيب نوته عندي تمام هكتب فيها خطوات التاسيس معايا بالظبط اللي انا هقولها لكم دلوقتي او اللي هي نزلت في الفيديو قبل كده للي عارف منكم خطوات التاسيس. مثلا خطوه التاسيس الاولى فور اكزامبل نكتب مع بعض اول خطوه من خطوات التاسيس the sound of the letters. sounds يعني ايه sounds؟ قلت قبل كده sounds يعني اصوات الحروف. دلوقتي حتى لو ابني في جريد 4 وما يعرفش اصوات الحروف انا هرجع ابدا معاه اصوات الحروف، لو كل يوم اديت له كام صوت زائد ان انا احاول اديله حاجه من المنهج بتاعه، هيحاول يلحق اي تحصيل يحصله من المنهج اللي هو شغال فيه اوكي، بلس ان هو ستيل بيعمل تاسيس معايا في نفس الوقت. لكن انا ما ينفعش اركن المنهج وما ينفعش اركن التاسيس، ما هو مش هيقدر ياخد المنهج من غير تاسيس،
ومش هيقدر ياخد التاسيس بس ويسيب المنهج، فبالتالي هحاول اديله جزء من هنا على جزء من هنا. فحضرتك كأم دلوقتي اوكي، او لو تيتشر مش عارفه تعمل ايه، هتكتبي معايا الستبس بتاعت خطوات التاسيس، وكل يوم او كل اسبوع نقسم الستبس دي على مدار الترم. اوكي هشتغل معاك جزء من التاسيس على جزء من المنهج، جزء من التاسيس زائد جزء من المنهج. ان شاء الله كده الامور على الاقل هو هيكون بياخد تاسيس سليم، وفي نفس الوقت التاسيس ده ممكن يفيده في اجزاء من المنهج، وفي نفس الوقت يكون مواكب شويه مع اللي بيحصل في الكلاس مع زمايله في المدرسه، منهج المدرسه ما يزوغش منه قوي، يعني لو حصل حتى لو جزء في المية احسن من ان هو ما يحصلش حاجه خالص من المنهج. تمام؟ طيب اول حاجه في خطوات التاسيس قلنا the sounds of the letters، كل حرف ليه صوت، وقبل كده ذكرت ان اصوات الحروف اهم من الحروف ذات نفسها. The sound of the letters is more important than the letters itself. يعني أصوات الحروف أكثر أهمية من الحروف نفسها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مش هخلي الطفل لما يجي يقرا لي مثلا سي إن هو في جريد 1، تمام؟ أنا مش هعلمه إن هو يقول لي سي اي تي. هقول له اقراها لي كده هيقول لك سات. سات. لا، أنا هقول له السي بتعمل صوت ك. فهقول ك أ ت ك أ كده كلمة كات. الكلام ده ان احنا نكون كلمات، دي الستيب نمبر 2. يعني اول حاجه الساوندز اوف ذا ليترز، اصوات الحروف. تاني خطوه في التاسيس blending. يعني ايه blending؟ يعني هدمج الاصوات مع بعض واعمل كلمات CVC، يعني كلمه من 3 حروف. يعني هعمل مثلا الأ مع الت وهتبقى عيله at، واكون منها كلمات sat cat mat hat. طيب الأ مع الب هكون منها فاميلي اب زي كلمة تاب، ماب، كاب. طيب فاميلي كمان الكلام ده هعمله مع كل الفايف فاولز، وهعلم الطفل ان انا عندي 5 فاولز. يعني ايه 5 فاولز؟ يعني 5 حروف شقية اللي هم الاي، 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 الاو اند يو. هيعرف كل ليتر من دول بيعملوا ساوند ايه، وبعد ما نعمل الفايف فاولز وبعرف ساوند كل فاول منهم ببدا اكون فاميليز زي كده، بدمج بقى الحرف مع حرف تاني نعمل بيهم عيله، فيبقى عيله من حرفين هياخدوا حرف قبلهم فتبقى كلمه من 3 حروف، كلمه CVC. نرجع تاني، اول حاجه اول ستيب عندي الساوندز اوف ذا ليترز، اصوات الحروف. تاني حاجه خطوه البلندنج، ان انا هبدا ادمج اصوات مع بعض ونحاول نقرا كلمات CVC، يعني كلمه CVC يعني كلمه من 3 حروف. اوكي طيب ستيب نمبر 3 في التاسيس ان انا هبدأ أعرفه على حاجة اسمها tricky words. هي إيه tricky words؟ دي كلمات بحفظها زي ما هي، أوكي؟ زي I، زي have، he، she، we، go، no، to، that. طيب طبعا هنا من خطوة التريكي ووردز هو بيعرف إن في حاجة اسمها ذا، وبفهمه إن ذا زي ألف ولام في العربي، زي ما أنا بقول مثلا الكراسة او الدفتر باللغه العربيه او الكتاب، فانا في الانجليش بقول ذا بوك. انت في العربي مش بتقول الكتاب، طيب في الانجليش بقول ذا بوك. اوكي ببدا احفظه تريكي ووردز، لازم يكون حافظهم ويكون عارف كل كلمه فيهم معناها ايه. اوكي طيب كلمه have معناها عندي او امتلك. I have a book. طبعا جزء I have a book ده اوريدي موجود في منهج جريد 1، فلو ابن حضرتك في جريد 1 وانت شغاله معاه بالطريقه اللي احنا بنحكي فيها دي، فهو خلاص كده جزء من التاسيس هيفيده في جزء في المنهج، جزء من التاسيس بيخدم جزء من المنهج. فكده انت بتعملي حاجه لطيفه جدا ان انت بتاسسي وفي نفس الوقت بتساعدي حاجات في المنهج. اوكي بعد ما عملنا ساوندز، بعد ما عملنا بلندنج، بعد ما عملنا تريكي ووردز، هنعمل الشورت فاولز. قلنا يعني ايه شورت فاولز؟ اللي هم الفايف فاولز اللي انا ذكرتهم. اوكي هقول الفاميليز بتاعتهم الشورت فاولز، كل فاول من دول عليهم فاميليز، عائلات. هيبدا يقرا كلمات عليهم زي ما قلنا قبل كده، كلمه كات، كلمه ماب. طيب عندي كمان عيله ان هكون منها كلمات فان، كان، مان. عيله مثلا اوج هكون منها دوج، لوج، هوج، فوج. عندي عيله ان هكون منها كلمات sun، bun، run، gun، وهكذا. طيب بعد ما اقول مثلا كلمه sun استغل كل حاجه من الكلمات، يعني مثلا قلنا كلمه run يبقى اكون جمله I can run. يعني ايه I can؟ يعني انا بقدر، انا استطيع. I can run، وهكذا.
جزء بيسحب الجزء اللي بعده. بعد الشورت فاولز عندي بقى اللونج فاولز، ودي خطوه مهمه جدا في التاسيس. اللونج فاولز يعني ايه لونج فاولز؟ دي في فيديوز قديمه كتير، يعني لو قلبنا في القناه هتلاقوا فيديوز كتيره على الشورت فاولز وعلى اللونج فاولز. لونج فاولز اللي هي بتجيب لي 2 letters make one sound. اوكي؟ ان مثلا كلمه زي كيك برضو دي لونج فاول، لونج اي كيك. انا هنا نطقت الاي يعني قلت اسمها ما قلتش صوتها. كيك ما قلتش ك. هي الكلمه الحقيقيه كاك، بحط لها الماجيك اي بتبقى كيك. طيب زي ايه برضو لونج فاولز؟ زي A and I ده كده long A، وهكذا اجزاء كتير زي كده. واي حد مش عارف يوصل للفيديوز القديمه اللي نزلتها بخصوص long vowels يبعت لي وانا هبعت لينك لحضرتك برايفت. اوكي؟ طيب بعد long vowels عندي حاجه اسمها deaf sounds. زي مثلا في ال deaf sounds زي ال W and H اشوفهم مع بعض بيتنطقوا ايه؟ W and H make the sound و زي كلمه what ما او ماذا، زي كلمه when متى، وهكذا. فهتلاقي اجزاء التاسيس دي بتسحب ابني تلقائي، بتخدم اجزاء عندي في المنهج. فبليز محدش يسمع كلام اي حد يقول لك اركني المنهج وروحي يودي ابنك تاسيس. مستحيل، ما ينفعش. ما انا عارفه ان التاسيس بيخدم المنهج، ولكن في حاجات هياخدها في المنهج مش مذكوره دلوقتي ولا هتيجي قدامه دلوقتي خالص في التاسيس. يبقى انا كده الطفل اتاخر سنه دراسيه وفي حاجات اصحابه بياخدوها وهو ما يعرفش عنها حاجه. لا، انا هحاول اديله جزء من المنهج بلس جزء من التاسيس. برضه ما تسمعيش كلام حد لو قال لك ادي لابنك المنهج وسيب التاسيس دلوقتي، اصلا ما فيش وقت للتاسيس، لما تيجي اجازه ادي لابنك تاسيس. لا، انا هديله جزء من هنا بلس جزء من هنا. تمام؟ اي حاجه انتوا عايزين تعرفوا عنها انا يعني هتلاقوا القناه اصلا مليانه حاجات كتير تخص التاسيس، شورت فاولز، الديفرنس، حاجات كتير جدا نازله في القناه. اي حاجه ما تكونش نازله محتاجين ان انا اعمل عنها فيديو، او اي حاجه انتوا مش عارفين توصلوا للفيديو بتاعها حطوا لي كومنت عليها وانا هعملها لحضراتكم وابعتها لكم على طول. تمام؟ اهم حاجه نحاول ان احنا ما نكبرش دماغنا، او مثلا ما نقولش ايه نعدي الترم ده او السنه دي وبعدين يحلها ربنا، لان السكوتي ده هو اللي هيخلي المشكله تزيد بعدين. سكوتي دلوقتي هو اللي هيخلي ابني او بنتي يوصل لجريد 4 وطالع وهو ما يعرفش يقرا ولا يكتب ولا يتملى ولا يعمل باراجراف. فبليز دي حاجه مهمه جدا، انا ما ينفعش افضل ساكت عليها، لا انا لازم اشوف حل. فالحل الطبيعي المنطقي ان انا اشتغل جزء تاسيس مع جزء من المنهج. وده كان رد سؤال كتير من البيرنتس اللي قالوا لي ان انا ابني مش متاسس كويس، انا المفروض اعمل ايه بالظبط معاه. تمام؟ طيب هنيجي لنقطه ثانيه. في منهج مثلا كي جي 2 او منهج جريد 1 الولاد بيبداوا ياخدوا كلمات طويله ما هياش سي بي سي وما هياش مثلا معتمده على لونج فاول بس عشان يقروها، زي مثلا كلمه بنسل شاربنر دي موجوده في منهج جريد 1. فالطفل مش عارف يقراها، اوكي، وفي نفس الوقت مش عارف يحفظها ولا يتعرف عليها عشان يجاوب سؤال معين. طب هيكون الحل ايه؟ ازاي يا مس؟ هيكون الحل ان انا بحط الكلمه قدامه وانطق معاه جزء من الكلمه. كلمه بن السي نطقتها. طب حد ممكن يقول لي من الاطفال انا ليه بقى يا مس نطقت هنا السي ما قلتش ك؟ كل قاعده في الانجليش ليها شواذ، فانا عادي مفيش مشكله، هي السي الوضع بتاعها الطبيعي ان انا بنطقها ك، تمام؟ لكن جيت في الكلمه دي نطقتها سي، تمام؟ وانا هعمل فيديو مخصوص عشان برضه اوضح بعض الحالات الشاذه اللي زي كده عشان تخلي الطفل برضه تظبط الامور معاه اكتر من كده. تمام؟ كده قريت كلمه بنسل، هاجي عند كلمه شاربنر يبقى هفهم الطفل ان الاس والااتش جنب بعض بيعملوا صوت ش، فكده بنسل ش. ار الاي والار بيعملوا صوت ار، يبقى ش ار بن نار بنسل شاربنر. وهو بيكتبها ويحاول يحفظها اعملها معاه اجزاء كده واخليه هو يكررها شاربنر. اخليه يسمع فيديو من على اليوتيوب زي كده وفي نفس الوقت يكرر مع الفيديو وفي نفس الوقت يكتبها ويشوفها كتير. طيب ابني بينسى الكلمات، دي المشكله العصريه اليوميه بتاعت كل المامز، بينسى الكلمات. يبقى انا اكرر معاه كتير. حضرتك مش فاضيه تكرري معاه كتير، شغلي له قناه على اليوتيوب زي كده ان هو يشوف فيها الكلمات والمس التيتشر بتقولها وبتعمل لها ريبيتيشن وبتتكتب على الشاشه، فهو بيسمع وشايف الكلمه في نفس الوقت. بلاش قناه، سيبي له الكلمه خليه يكررها كتير. في حاجات كتير جدا بخصوص موضوع النسيان، يعني هي النسيان ممارسه زي ما بنقول، كتر التكرار بيعلم الشطار الحلوين اللي ان شاء الله هيظبط الامور معاهم. اهم حاجه ما تحسسيش الطفل ان انت متوتره بخصوص ان هو ما لحقش يتاسس في الاجازه، هو مش ذنبه.
عادي ان شاء الله هنظبط الدنيا ونحاول ان احنا نلحقها. اهم حاجه نفسيه الطفل علشان ما يحسش ان هو متاخر عن زمايله. عشان كده عشان جزء ان هو ما يحسش انه متاخر عن زمايله احنا بنحاول نديله جزء من المنهج مع جزء التاسيس. انا لو اشتغلت تاسيس بس هيكون هو في موال وزمايله في موال تاني خالص. علشان كده نحاول ان احنا نواكب الحاجتين مع بعض وان شاء الله نلحق نظبط الدنيا سوا. واي استفسار او اي حاجه حطوا لي كومنت عليه وانا هعمل لكم فيديوز مخصوص وان شاء الله تكون سنه لطيفه. واي دروب او اي حاجه ما لحقناش نعملها مع اولادنا في فتره الاجازه نحاول نظبطها الفتره دي. واهم حاجه نضحك في وش اولادنا ونحسسهم ان كل حاجه باذن الله ملحوقه. وثانك يو سو ماتش وانتظروني فيديوز كتير 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 هتفيدكم كأمهات وكتيتشرز وكأطفال. Thank you so much and goodbye.